السلام عليكم. انهيار وصدمة مدرب الترجي البرتغالي ميكيل كارتوزو بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي. ويفاجئ الأهلي بتصريح تاريخي شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بتتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا فارجع الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 بعد فوزه على الترجي التونسي، فقد انهار مدرب الترجي التونسي ميكيل كارتوزو وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد قلت بالأمس أنني جئت إلى القاهرة من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا والفوز على الأهلي كبير أفريقيا، ولكن هذا لم يحدث. فأنا كنت أعلم من جوايا أن الأهلي أقوى من الترجي وهو من سيفوز باللقب، ولكن أنا كان لدي حلم إن نفوز على النادي الأهلي في قلب القاهرة وأرجع بالكاس إلى تونس. لكن صدمت بشعبية الأهلي هنا في مصر والجماهير التي دعمت الأهلي في هذه المباراة النهائية. فأنا شاهدت الأهلي اليوم كما لم أشاهده من قبل، فأنا دخلت بين شوطي المباراة وشاهدت الرعب في أعين لاعب الترجي، وكانوا خائفين فعلا من لاعب الأهلي، فرهبة الأهلي صدمت اللاعبين وأرعبتهم داخل الملعب. فأنا واجهت صن داونز وفزت عليه ذهابا وإيابا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي فالأمر مختلف تماما. وعرفت جيدا لماذا هذا النادي توج للمرة ال 12 بدوري أبطال أفريقيا وبعيد بمسافات ضوئية عن كل منافسيه في أفريقيا. فالأهلي لا يقارن بأحد من أي أندية أفريقيا، فأنا أعترف أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد داخل قارة أفريقيا الذي يلعب بكل أريحية في أوروبا، فهو مثل الأندية الأوروبية الكبيرة كريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. فالأهلي بث الرعب في نفوس لاعب الترجي اليوم. فأنا أشبه الأهلي بريال مدريد في أوروبا، فكل أندية أوروبا تخاف وتخشى ريال مدريد. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.